اقسم بالله اقسم بالله انا ما كنتش مصدقه نفسي ابدا ان الحاجه اللي كنت بتمناها بقالي كتير تجيلي كده بكل سهوله بمعجزه كده من عند ربنا. كنت بتمناها وكانت صعبه جدا ان انا اقدر اوصل لها، وكنت بحاول اوصل لها بكذا طريقه وما كنتش عارفه خالص اوصل لها ازاي. بس سبحان الله، معجزه من عند ربنا، قدرت اوصل للحاجه دي اللي بتمناها جدا، وهقول لكم وصلت لها ازاي. وحبيت اعمل الفيديو ده عشان اقول لكم انا وصلت للحاجه دي ازاي، حاجه كنت بتمناها جدا. يلا بينا ندخل على الفيديو. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. حبيت اعمل الفيديو ده النهارده علشان اقول لكم تجربتي في حاجه مهمه جدا جدا وكلكم في احتياج ليها. مبدئيا كده هتكلم معاكم من اول ما ابتديت افتح قناه على اليوتيوب. طبعا انا ما كانش في دماغي الفكره دي خالص، ولا موضوع قناه على اليوتيوب والسوشيال ميديا والحاجات دي خالص ما كانتش في دماغي تماما. انا كنت واحده عاديه امسك التليفون ادخل على الفيس اشوف فيديوهات على اليوتيوب، ما كانش في دماغي خالص ان انا افتح قناه على اليوتيوب. طبعا في ناس شجعتني وقالت لي يلا اعملي، انت بتعملي اكل حلو كده يعني. فالفكره عجبتني، قلت طب وماله لما الواحد يجرب وتبقى حاجه يعني تجربة ونشوف هنجح فيها ولا لا. طبعا كنت ببقى مرتبكة جدا، ضغط نفسي جدا، ما كنتش الموضوع كنت هسيبه خلاص، انا مش قادرة اكمل، ده موضوع شكله صعب، مش عارفة ايه، مش قادرة اتدش، رغم ان انا كنت بنزل فيديوهات مشاهدات ضعيفة جدا، مفيش مشاهدات. فالموضوع ده كان بالنسبة لي تعبني شوية في الاول. مشاهداتي مش اللي هي ضعيفة، مش اللي قد كده، بس حبيت جدا جدا قناتي جدا. بالنسبة لي يعني لو ما اشتغلتش فيها يعني بزعل قوي. لا، دي بقت جزء مني. لما بتأخر على نزول فيديوهات، ما بعملش فيديوهات لظروف بقى ولا حاجة، يعني مش عايزة اطول عليكم في الموضوع ده. طبعا كلنا لما بنفتح قناة على اليوتيوب بننتظر حاجة بعد ما بنخلص بقى الساعات بتاعتنا والألف مشترك والكل دوت. 4000 ساعة وألف مشترك طبعا بيخلصوا بصعوبة جدا، وتعب وسهر وشغل مش قادرة أقول لكم. بعد ما الحمد لله ربنا كرمني والألف مشترك خلصوا وال4000 ساعة والقناة اتفعلت ونزل عليها اعلانات، كانت فرحتي مش قادرة اقول لكم انا كنت مبسوطة ازاي، وكنت حاسة ان دي بداية النجاح اللي انا بدأته، وان تعبي ما راحش كده على الفاضي. هو جواب ادسنس لاي حد بيفتح قناة على اليوتيوب بينتظر الجواب ده بعد تعب طبعا. انا بالظبط الجواب ده جالي من حوالي سنتين. هتقولوا ايه ده من سنتين وجايه دلوقتي تكلمين عنه؟ جايه اكلمكم عنه بعد السنتين. انا بالظبط فاتحه القناه بتاعتي بقالها 3 سنين، سنه كلها تعب فيديوهات عشان اقدر احقق الشروط. ولما ربنا كرمني وحققت الشروط، قعدت كام شهر منتظره الجواب دوت وما كانش بيجي، وقعدت اعصابي تعبت جدا. يا ربي ده الاعلانات نزلت على القناه، طب اعمل ايه؟ طب هحقق الربح ازاي؟ طب انا عايزه الجواب. ما كنتش عارفه اعمل ايه. حاجه بتيجي كده بسهوله زي ما انتوا فاكرين؟ لا، كل حاجه بتيجي بحاجه واحده بس، بدعاء الوالدين. بدعاء الوالدين ودعوة أمك بالذات. دعوة أمك دي حاجة كده ملهاش حجاب عند ربنا، مفتوحة كده عند ربنا. ولما بتكون بتدعالك من قلبها وطالعة كده من قلبها، خليكي عندك يقين ان ربنا هيستجيب الدعوة، مفيش كلام. المهم هحكي لكم. انا الجواب ده نزلت طبعا في مكاتب البريد اللي حواليا هنا في المنطقه. رحت مكتب كذا مكتب بريد اسال على الجواب ببياناتي بتاع، مفيش حاجه بتيجي. قعدت حوالي 6-7 شهور هتجنن، ده انا داخله على سنه كمان والجواب ما بيجيش. طب هعمل ايه؟ مش عارفه، زعلت جدا ومش عارفه اتصرف ازاي، واسال ناس مفيش فايده. يقولي لا الجواب ما جاش. طب يا ترى جوابي ضاع؟ يا ترى جوابي هيجي؟ ما انا كده اكني مش فاتحه قناه خلاص على اليوتيوب. طب وبعدين هشتغل ازاي؟ انا محتاجه الجواب ادسنس جدا. المهم حد يعني ربنا يكرمه كده قال لي ايه، طب ما تروحي الفرع الرئيسي. وطبعا رحت المركز الرئيسي، الفرع الرئيسي في رمسيس للبريد المصري. والمكان ده طبعا بيجي فيه كل الجوابات من بره. فطبعا انا رحت ومش عارفه اسال مين، طب اعمل ايه، طب اتصرف ازاي. طبعا دخلت وقلت انا فاتحه قناه ومنتظره جواب كذا. طبعا هم في قسم هناك ومتخصص في كل حاجه ليها تخصص. فرحت ودخلت طلعت مكان كده في الارشيف،
تقريبا هو ممنوع حد يدخل فيه من الناس يعني. المهم طلعت ولقيت بقى مكاتب كتير ومش عارفه ايه، وتيجي تسالي هنا لما الجواب ده بتاعك هيجي هيروح على البريد اللي تبع المنطقه بتاعتك. فانا حكيت له القصه، قلت له انا مش لاقياه، ورحت ودخت ومفيش فايده، واعمل ايه وانا مش عارفه اتصرف ازاي. المهم هو قال لي طب انا اعمل ايه دلوقتي، هو ده اللي عندنا، انا مش هو ده اللي عندي، وانا هنا مفيش الكلام دوت ان انا اقدر الاقي لك حل. خلاص خلاص نازله وهرجع وخلاص وهمشي. وطبعا راجعه بقى مكسوره الخاطر وزعلانه جدا. فلقيت واحد واقف لقاني كده متضايقه، طب حضرتك ايه طلبك، في حاجه ما حضرتك طالبه حاجه؟ فقلت له نفس الكلام. قال لي بصي هو يعني هو في جوابات جايه لنا دلوقتي، جوابات ادسنس كتير جايه، يعني كمان نص ساعه كده او ساعه ممكن اشوف لك فيها. قلت له والله هو ينفع مش عارفه. قال لي بس انت بتتكلمي في حاجه كميات رهيبه، انا مش عارف انت يعني ازاي هلاقيكي ازاي، يعني انا في وسط ده محافظات وقصه كبيره ومناطق كتير. المهم قال لي مش صعب ومش صعب الكلام اللي انتوا فاهمينه ده. المهم قلت له طب انا هنتظر شويه ومش عارفه ايه. المهم نزلت تحت وفضلت منتظره، بعد ايه ساعه طلعت وقلت له طب ينفع نشوف شويه. المهم دخلني مكان كده اوضه فيه ناس موظفين قاعدين، عايزه اقول لكم كميه جوابات مهوله على المكتب من فوقيه ومن تحت ومش عارفه ايه. قال دي الجوابات اللي جت بتاعه ادسنس. طبعا انت بتتكلمي في حاجه مستحيل ان انت تلاقي جوابك في وسط دول، طب انا الاقي فين؟ رحت طلبت منه طلب، قلت له طب خلاص انا عارفه ان الموضوع صعب ولا يمكن الاقي الجواب بتاعي في وسط كل ده. المهم قال لي خلاص انا علشان اريحك وما خليكيش تمشي زعلانه، احنا هناخد شويه جوابات من دول ونقعد على المكتب ونفرزهم مع بعض، وانا هعمل معاك الخدمه دي، ما لقيتهمش خلاص. قلت له طيب خلاص تمام. المهم قعدت افر، طبعا الاسم ما بيجيش على بعضه، الاسم بيجي متقطع حروف، والعنوان بتاعك برضو بيجي متقطع حروف، انك تركزي هيبقى الموضوع صعب جدا. قعدت افر واعمل وادور، طبعا خلاص يئست وقلت لا يمكن هلاقيه، لا يمكن، هو نفس الكلام يدور، بس هو يعني حب يكبر بخاطري ويراضيني. دخل عليه بقى المدير بتاعه اللي هو مسؤول يعني عن القسم، قال ايه اللي بيحصل ده ما ينفعش الكلام وبتاع، وكان هيسبب مشكله للراجل قال لي انت كده هتسببي لي مشكله، وانا والله ما اقدرش اعمل اكتر من كده وخلاص. وكنت ماشيه رحت طالبه من المسؤول عن القسم، طب ممكن بعد اذنك اخلص بس شويه الجوابات اللي قدامي دول، وكان قدامي مثلا زي رصه قد كده اهو. قال لي ده كتير وما ينفعش الكلام واللي غلط كده، وقعد بقى متضايق جدا ومتعصب. وفضلت افر في الجوابات دي والراجل يفر معايا لغايه ما انا مش الراجل يعني عشان ربنا حابب يكبر بخاطري، لقيت جوابي واسمي وعنواني في وسط الجوابات الكميه المهوله اللي قعدت اشوف فيها انا والراجل ده، ربنا يكرمه يا رب ويكبر بخاطره. قبل ما انزل انا كنت بايته عند والدتي، وطبعا وانا نازله انا زعلانه ومتضايقه ان انا مش لاقيه. لقيتها بتقولي روحي يا بنتي ربنا يعطرك على اللي نفسك فيه، روحي يا بنتي ربنا يكرمك ويسعد قلبك، وان شاء الله يا بنتي هترجعي مجبوره الخاطر وهتلاقي الجواب اللي نفسك فيه باذن الله، وهفضل ادعي لك يا بنتي لغايه ما ترجعي، هصلي وادعي لك وهسبح بنيه ان انت تلاقي الجواب اللي بتتمنيه وفعلا حصل ولقيت الجواب. وعايزه اقول لكم ان انا طول الطريق ما سبتش الاستغفار ولا سبت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دايما يا جماعة تقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خلوها في لسانكم على طول، بجد بتفتح أبواب كتير مقفولة. والاستغفار ما يخلوه على طول ورد كده في لسانكم دايما. يا رب بجد يكون الفيديو بتاعي عجبكم، نوروني في القناة وادعموني باشتراككم فيها ولايكاتكم. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.